سيتم عزل إحدى الدول عن باقي دول العالم بسبب انتشار وباء قاتل وخطير في قلب هذه الدولة المعزولة. ومن هنا أرى العالم يواجه انتشار وباء جديد قد يؤدي رجاء إلى تداعيات أزمة كورونا، وسنرى طلاب المدارس والجامعات بيعودوا إلى نظام الدراسة عبر الإنترنت أونلاين. العالم ما بين 24 و 25 بيكون أمام كارثة انهيار لبعض الحضارات خلال هذه الأعوام القادمة، وهناك مدن كبيرة تختفي، ومنشوف حيوانات أو حشرات مفترسة بتهاجم الإنسان بشكل مقلق وخطير. سيكون المشهد الذي تعرضه الشاشات حول العالم هو مشهد قاسي ومفجع وغير قابل للتصديق، والصورة التي سنراها هي عبارة عن نيران مشتعلة بين الناس وعلى الناس، وكأنها صورة محرقة بشرية أو إبادة جماعية تشتعل معها القلوب والعيون على فظاعة المشهد. وستكون حكومة هذه الدولة بحالة هلع وإرباك، ومواقع التواصل تنشر بعض المقاطع التي تهز الناس وتحبس الأنفاس. الغبار النووي ينتشر في السماء والهواء، والخبر يظهر ويتلاشى مع حدث محزن ومؤسف في عدة دول. اندلاع مشاهد الخطر في إحدى بنوك أو مصارف بريطانيا، والمخاطر ستطال الأرباح وتؤدي إلى حالة من الركود والاستثمار بهالبنوك. من لكم الاستثمار بالذهب سيكون مهم جدا هذه السنة وفاعل أكثر خلال من المراحل القادمة. نعم. من العام 2023 حتى عام 2025 بيكون العالم أمام العد العكسي لمواجهة كارثة زراعية خطيرة تؤدي إلى حصول أزمة مجاعة عالمية بسبب نقص المياه وموجة جفاف حادة. وهنا أدعو وأحذر جميع الدول والشعوب في العالم إلى ضرورة الاشتغال والاهتمام بمواسم الزراعة، وخاصة زراعة القمح بشكل خاص وكبير، استعداد للصمود أمام أزمة الغذاء والمجاعة القادمة. سنسمع بال2023 عن محاولة اغتيال أحد الرؤساء، وهذه المحاولة إن شاء الله يا رب تبوء بالفشل. قائد طائرة يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء القيادة بالجو، ومساعد الطيار بيقوم بمعجزة يمنع من خلالها حصول كارثة جوية ومأساوية خطيرة.